أهلا بيكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن غباء النرجسي الخفي، لكن بالرغم من غبائه إلا إنه خبيث جدا جدا، وطبعا دي تركيبة غريبة بس في نفس الوقت خطيرة جدا. النرجسي الخفي ما بيلعبش على المواجهة المباشرة، لكنه دايما بيلعب من تحت لتحت أو من تحت الترابيزة. ذكائه الانتهازي بيخليه دايما يلف ويدور علشان يسيطر ويتلاعب من غير ما حد يمسك عليه حاجة واضحة. كل تفكيره ازاي يحقق هدفه بأي طريقة، حتى لو كانت طريقة قذرة حقيرة، لكن بالنسبة له عادي جدا. مش خبيث بمعنى ان ذكائه حاد، لا طبعا، هو غبي وغبي جدا كمان زي ما اتكلمنا قبل كده، لكنه خبيث بمعنى انه يقدر بكل سهولة يأذيك من غير ما تكون فاهم ان انا اللي أذيتك. بيحسب كل خطوة بمكر مش بذكاء حقيقي، وعايش دايما في سيناريو جاهز جوه دماغه. خبيث في التلاعب والتحايل، بيعرف يختار الضحية كويس جدا، يلعب على نقاط ضعفها وبعدها يزرع الشك جواها ويقلل من قيمتها ويحطم ثقتها بنفسها ويحسسها انها ولا حاجة من غيره ملهاش قيمة. كل ده علشان فقط يعوض النقص اللي جواه. خبيث لانه بيخطط بصبر رهيب جدا، ممكن يستنى شهور وسنين علشان يحقق هدفه. خبيث لانه دايما بيلعبك نفسيا، يخليك تشك في نفسك ويأذيك، وفي نفس الوقت يلبس قناع الضحية المظلومة. يقدر بكل بساطة يقلب كل الناس على بعض من غير ما يبان في الصورة نهائيا. خبيث جدا، مفيش عنده خطوة عشوائية، كل حاجة محسوبة، كل كلمة وراها غرض خبيث، وكل تصرف وراه هدف خبيث جدا، لدرجة انه بيدمر الضحية من غير ما تقدر تمسك عليه غلطة واحدة. تركيبة غريبة جدا، ازاي نقول عليه غبي وفي نفس الوقت خبيث جدا؟ الإجابة هنا ان قدراته العقلية مشوهة ومحدودة وظيفيا، بمعنى انها مش بتشتغل بشكل منطقي او بشكل سليم زي الشخص العادي، لكن كل تركيزه على التلاعب بغيره واستغلالهم والتقليل منهم علشان يحس ان ليه قيمة. هو مش غبي بالمعنى التقليدي، لكنه عاجز عن التفكير السليم، ما يقدرش يفكر بعمق ولا يقدر يحل اي مشكلة كبيرة بتقابله، لان كل طاقته العقلية موجهة ازاي يشوه الحقيقة، ازاي يكذب الكذبة ويصدقها ويعيش فيها علشان يحافظ على الصورة الوهمية المثالية المزيفة اللي بيكون متصورها عن نفسه. يرسم سيناريو جاهز في دماغه بدل ما يتعامل مع الواقع. كل طاقته العقلية موجهة ازاي يتلاعب بمشاعر الناس ويستغلهم علشان يفضل مسيطر. كل طاقته العقلية موجهة ازاي يهرب من اي موقف يحسسه بالضعف، حتى لو اضطر يكذب على نفسه. يتلاعب بالمشاعر، يقلب الترابيزة عليك لو اتكشف، ويحطم طاقتك النفسية من غير ما تحس، يخليك تشك في نفسك، تخاف تواجهه، وتكون دايما مضغوط نفسيا ومتوتر. بمعنى تاني، عقله وظيفيا مشوه، لكنه انتهازي خبيث جدا، بيعرف كويس يستغل الفرص الصغيرة. خبيث جدا، بيفهم الناس بسرعة ويعرف يتلاعب بيهم من غير ما يحسوا. ازاي خبثه بيظهر، او ايه الطرق اللي بتكشف خبثه؟ اول حاجة، هيعرف كويس جدا يلعب على نقاط ضعفك. هو بيراقبك كويس جدا وبيخزن معلومات عنك، وبعدها يضربك في اضعف نقطة عندك في اللحظة المناسبة. بيعرف يراقب مشاعرك كويس جدا من غير ما تحس ومن غير ما يلفت انتباهك. مش هيكون واضح معاك، لكنه هيتعمد يسألك كتير جدا عن نفسك، كأنه بيستجوبك لحد ما يستفزك، وفي نفس الوقت هتلاقيه بيسمعك كويس جدا. يبص على تعبيرات وشك، نبرة صوتك، هيراقب كلامك علشان يفهم ايه اللي بيأثر فيك نفسيا ويعرف نقاط ضعفك. الهدف انه يعرف نقاط ضعفك، واول ما بيعرفها هيبدأ يزرع افكار في عقلك
تشككك في نفسك بطريقة ناعمة. ممكن يلمح لحاجة بتوجعك من غير ما يظهر انه بيقصدها، بس هو فاهم كويس انها هتأثر فيك. بعدها يبتدي ينصب لك الفخ النفسي من غير ما تحس. الفخ هنا ان النرجسي الخفي مش هيقولك اعمل كذا بشكل مباشر، لكنه هيزرع الفكرة في دماغك بطريقة تخليك تتصرف بنفسك زي ما هو عايز من غير ما تحس انك واقع في لعبة. مثلا لو عرف ان عندك مشكلة مع عدم التقدير، هيعاملك بإهمال مقصود علشان يوجعك اكتر. لو عرف انك بتحب تكون شخص مسؤول، انك بتحب تكون الشخص اللي الناس تعتمد عليه، مش هيطلب منك المساعدة بشكل مباشر، لكنه هيفضل يمدح فيك بشكل مبالغ فيه. زي مثلا انا مش عارف كنت هعمل ايه من غيرك، انت دايما الوحيد اللي بحس انك فاهم وبتعرف تتصرف. في البداية الكلام بالطريقة دي هيخليك تحس انك شخص مهم مفيد مميز، لكن في الحقيقة هو بيزرع جواك شعور بالالتزام ناحيته، وهتلاقي نفسك من غير ما تحس بتشيل عنه، لأنه حطك في مكانة عالية، وانت هتحاول تثبت لنفسك انك قد المكانة دي، وهنا هتكون وقعت في الفخ من غير ما تحس، وهتعمل اللي هو عايزه. بمجرد ما تدخل في الفخ يبدأ يستغل كل ده ضدك. لما تحاول ترفض طلب أو تاخد مساحة لنفسك، هيستخدم نفس الفخ ضدك ويقولك أنا كنت فاكر إنك الشخص الوحيد اللي أقدر أعتمد عليه، بس الظاهر إن كنت غلطان. هنا بيضرب على نقطة ضعفك اللي هو بنفسه خلقها علشان تحس بالذنب وترجع تساعده بإرادتك. كمان هيستخدم نفس الأسلوب علشان يستنزفك ويرهقك. انت اللي حليت المشكلة دي قبل كده، محدش غيرك يقدر يعملها. الفكرة كلها ان النرجسي الخفي مش هيجبرك على حاجة، لكنه بيوجه تفكيرك بطريقة تخليك تحس ان القرار قرارك، بس في الحقيقة انت مجرد لعبة في ايديه. واكتر حاجة بتخدمه علشان ينصب لك الفخ النفسي من غير ما تحس هي القيم والمبادئ والعادات والتقاليد، وكتير جدا الدين نفسه. بيستغل كل ده ضدك، وده بيعتبر فخ نفسي رهيب. أقوى فخ نفسي يقدر النرجسي الخفي يستخدمه ضدك، لأنه ساعتها هيخليك تحارب نفسك بنفسك من غير ما تحس. في المجتمع المصري مثلا، النرجسي بيستخدم العادات والتقاليد كفخ ناعم يخلي الشخص يستسلم للاستغلال وهو مقتنع انه بيعمل الصح. ازاي ده بيحصل؟ مش هيقولك لازم تعمل كذا، لكنه هيحصرك في اطار اجتماعي يخليك تحس انك ملزم تتصرف بطريقة معينة، وإلا هتكون أناني، قليل الأصل، مش راجل، جاحد، إلى آخره. خليني أديك أمثلة واقعية توضح لك الطريقة دي بالتفصيل. لما يحب النرجسي يستغلك هتلاقيه بيقولك انت ابن اصول، ولاد الاصول ما يعملوش كده، انت راجل عارف ربنا كويس، وهكذا. هنا تقدر تقول انه بروزك في برواز معين انك ابن اصول. بعد الكلمة دي هتلاقي نفسك انت اللي بتصارع نفسك وبتسابق نفسك علشان تثبت له انك فعلا ابن اصول، وكده هتكون وقعت في الفخ اللي نصبهولك من غير ما تحس. مش هيدخل عليك ابدا باسلوب مفضوح او مكشوف، لكنه هينصب الفخ وانت اللي هتقع برجليك وتعمل اللي هو عايزه. زي الاب النرجسي اللي بيستغل الدين وبيتلاعب بموضوع بر الوالدين علشان يسيطر على كل الابناء. لو الابن مثلا فكر يستقل بحياته، يبدأ التلاعب النفسي يحصل. انت نسيت اللي رباك؟ انا كنت مفكر ان ربيتك على الاصول، انت جاحد، انت ولد عاق، هو ده بر الوالدين؟ يا اخي دي الجنة تحت اقدام الامهات. النتيجة الابن يلاقي نفسه مضطر يفضل تحت السيطرة خوفا من الاحساس بالذنب، والنرجسي الخفي هيفضل مسيطر على كل فرد في العيلة من غير ما يحسوا، حتى لو السيطرة دي معناها انه يدمرهم.
كل ده مش مهم، المهم انه يفضل مسيطر على كل العيلة. وخد على كده امثلة كتير جدا من الواقع. المدير النرجسي اللي بيستغل شغل الموظف باسم الاصول يفضل يضغط عليه بالشعارات: يا ابني احنا كلنا اسرة واحدة، الاصول بتقول اننا نقف جنب بعض، انا شايفك زي ابني فطبيعي تتعب شوية علشان الشغل ينجح. لو نفس الموظف طلب زيادة في المرتب او ترقية يرد عليه: انت جاي تشتغل ولا تحسب الفلوس؟ احنا كلنا بنشتغل من القلب مش علشان الفلوس. يستغل الموظف باسم الاصول والعيلة، لكن وقت المكافآت ينسى الكلام ده تماما. كمان فخ العيب وكلام الناس، والناس تقول علينا ايه. لو وقعت في الفخ هتلاقي نفسك مسجون في سجن الخوف من كلام الناس والناس تقول علينا ايه، وهتلاقي نفسك عايش حياتك خاضع للنرجسي مش للعادات والتقاليد والاصول ولا حاجة. وطبعا مش محتاج اقولك ان النرجسي الخفي مش بيتمسك بالعادات والتقاليد والدين علشان هو مؤمن بيها، لكنه بيستخدمها للسيطرة والتلاعب بيك زي الأمثلة اللي فاتت. كله بمزاجه. لما يكون في موقف قوة أو اللي بيحصل هيخدم مصلحته يتمسك بيها، لما يكون في موقف ضعف أو اللي بيحصل مش في مصلحته ساعتها لا هيتكلم عن أصول ولا دين ولا أي حاجة من دول، وكمان هيبرر تصرفاته. هتلاقيه جاي يقولك هو ده الصح ودي الأصول، بس الظروف اتغيرت. مش كل حاجة لازم نطبقها بالحرف، لازم يكون عندك مرونة. اديني يسر يا عم. ممكن كمان يقلب عليك الدور ويقولك انت بتفتي ولا بقيت شيخ دلوقتي؟ يا عم ماشي، هو ده كلام الدين، بس الناس كلها ماشية كده واحنا مش هنطلع شرع عن الناس. تاني حاجة بتظهر خبثه، خبيث جدا والحرب معاه دايما نفسية. هيعرف كويس جدا ازاي يلعب على اعصابك، يستفزك بكلمة او بحركة او حتى بالسكوت والتجاهل لغاية ما تنفجر. بمجرد ما يحصل منك رد فعل هيقلب الترابيزة عليك ويمثل دور الملاك البريء، يلبس قناع الضحية وانت اللي هتظهر للكل على انك غلطان، وساعتها مش هتعرف اصلا تدافع عن نفسك. ممكن يقول كلمة بريئة جدا لكنه بيكون عارف انها هتستفزك، يخليك تنفعل قدام الكل، وساعتها هيمسك في رد فعلك ويقلب الترابيزة عليك وتظهر انك غلطان وهو الملاك البريء. كمان بيلعبها باحترافية وخبث رهيب جدا، يقدر يخلي الموقف كله يظهر وكأنه صدفة، لكن الحقيقة هو بيكون مخطط لكل حاجة من البداية. ولو ركزت كويس مين اللي استفاد من الموقف هتتأكد انه ما كانش صدفة، كان هو اللي مخطط وانت مشيت في الفخ برجليك. زي مثلا زميلك النرجسي اللي عارف ان عندك مشاكل مع المدير، بكل بساطة وببراءة يسألك قدام المدير: ايه رأيك في الشغل معانا؟ الفخ اتنصب بكلمة وانت هتنفعل وهتتكلم والمدير هيسمع والدنيا هتخرب، وهتكون في موقف محرج جدا. حتى لو سكت ومردتش، عدم ردك هيتفهم انه عندك كلام مش قادر تقوله، عيونك نفسها هتقول اللي هتحاول تخبيه. في كل الأحوال خلاص انت في ورطة، والنرجسي هتلاقيه واقف بريء وكأنه ما عملش حاجة. خبيث جدا ودايما بيحاربك نفسيا، سواء بالصمت العقابي، مش هيقولك أنا زعلان منك، لكن فجأة هتلاقيه يبدأ يتعامل معاك ببرود ويتجاهلك ويخليك تحس إنك عملت كارثة، ويخليك قلقان من رد فعله من غير ما تكون فاهم إيه اللي حصل. في نفس الوقت بيكون مستمتع وهو شايفك بتتأذي وبتنهار قدامه. كل لحظة بيكون مستمتع إنه قادر يتحكم في أعصابك أو يتجاهلك، يطنشك، يحسسك كأنك مش موجود أو ملكش قيمة، علشان يحسسك إنك جعان عاطفيا، كأنك بتكون محتاج تشحت منه الاهتمام. بيحرمك من أبسط حقوقك زي الاهتمام والمشاركة عشان تحس إنك محتاج يكون موجود معاك، مش تكون عايش لوحدك، علشان يوجعك، وساعتها هيعرف يسيطر عليك من غير ما يتكلم كلمة واحدة. لو سلمت من الضغط النفسي اللي جواك
هتلاقي نفسك انت اللي بتجري وراه وتحاول ترضيه علشان فقط تحس بوجوده، وكده هو بيكون كسب الجولة، لانه قدر يخليك جعان عاطفيا محتاج منه اهتمام، لانه كان سايبك في الفراغ او في المجهول. خبيث جدا بيعرف يرسم صورته على مزاجه قدام كل شخص. النرجسي الخفي مش شخص واحد، مجموعة شخصيات على حسب اللي قدامه. قدام الشخص المتدين هتلاقيه ملاك بريء طيب ملتزم دينيا. قدام الشخص الجاد هيتصرف كأنه شخص محترم جدا وصاحب مبادئ. قدام الشخص اللي بيحب الهزار هتلاقيه فجأة بقى خفيف الدم. قدام كل شخص بيعرف يلبس الوش اللي يناسب الموقف. فيه كل العبر ومتجمع فيه كل أشكال الخسة والحقارة. أخلاقه حدث ولا حرج، لكنه لو كان مع شخص متدين هتلاقيه فجأة بيتكلم عن الزمن الصعب والشباب اللي أخلاقهم ضيعة، ويعمل نفسه المصلح الاجتماعي. كل واحد بيشوفه بالشكل اللي هو عايزه مش على حقيقته. قدام الناس كأنه أطيب شخص في الكون، بيضحك بيساعد الكل، ودايما بيتكلم عن الأخلاق والتسامح. محدش بيشوفه إلا ويقول عليه ملاك، لكن حقيقته القذرة ما بتظهرش غير مع الضحية أو في الأماكن اللي تخصه. الناس شايفاه ملاك، بس أنت الوحيد اللي عارف حقيقته، ومحدش هيصدقك لأنه ممثل شاطر جدا. خبيث جدا، ولو غلطان هيعرف يخرج نفسه زي الشعرة من العجين. النرجسي الخفي مش ممكن أبدا يعترف بخطأه. الأهم إنه لو اتزنق هيعرف يخرج نفسه بطريقة تخليه يبان إنه الملاك البريء وإنت الغلطان. يزوق الكلام بحيث يظهر إنه كان يقصد خير. يلعب على المشاعر ويحول الناس كلها ضدك. يغير الموضوع ويشتت انتباهك علشان تفقد تركيزك وتتوه عن المشكلة الحقيقية. خبيث جدا لدرجة هتلاقيه دايما سبقك بخطوة. عمره ما بيدي حد فرصة يكتشفه بسهولة، لأنه دايما بيكون مجهز الرد والمبرر قبل المواجهة. لو حس إنك هتبدأ تشك فيه هتلاقيه فجأة بيمثل دور البريء ويحكي لك عن ناس ظلمته قبل كده. لو حس إنك ممكن تواجهه وتفضحه هتلاقيه يسبقك ويلف على كل اللي يعرفوه ويحكي التفاصيل مشوهة ومتحرفة، ويطلع نفسه ملاك بريء وانت وحدك الشيطان. هيكون الحق معاك كله، لكنه هيسبقك ويشيطنك في عيون الكل، ومش هتعرف ساعتها تدافع عن نفسك. خبيث جدا يقدر يهينك وهو بيضحك في وشك. الإهانة هتحصل وهو بيهزر أو في وسط الكلام. ممكن كمان يهينك وهو عامل نفسه بيجاملك. يقولك مثلا أنا معجب جدا بثقتك بنفسك رغم كل الكلام اللي الناس بتقوله عنك، كأنه بيجاملك، بس في الحقيقة طعنك طعنة خفيفة مستخبية من غير ما تحس. خبيث جدا وخسيس وما عندوش أي مروءة، وأستاذ في التشنيع وتشويه السمعة. لو فكر يدمر شخص أو يحاربه عمره ما هيواجهه مباشرة، لأنه جبان. هيمشي بين الناس يقول حاجات غامضة، يحكي نص الحقيقة نص كذب، كلام يزرع الشك ويسيب الكل يستنتج براحته على هواه. وبعدها برضه هيمثل دور الملاك البريء ويقول أنا ما قلتش حاجة، دي الناس اللي بتتكلم. خبيث جدا وأستاذ في تغيير الحقيقة، يخليك تشك في نفسك، في ذكرياتك، في حكمك على الأمور. لو واجهته بحاجة عملها يرد بكل برود انت مجنون بيتهيألك، عمر ده ما حصل. خبيث جدا ودايما عارف هيوجعك ازاي، وعارف ازاي يلعب على مشاعرك. لو شافك بدأت تشك فيه او تعترض عليه عمره ما هيدخل معاك في مناقشة. هيمثل دور الضحية وتلاقيه فجأة ممكن يدمع او يبكي، يقولك ازاي تعمل كده فيا. ساعتها هيكون عارف كويس انه بيتلاعب بيك عاطفيا، وهيعرف يزرع جواك احساس بالذنب وتنسى كنت اصلا بتحاسبه. خبيث جدا هيعرف كويس يهز ثقتك بنفسك، هيطعنك في وشك وهو عامل نفسه خايف عليك. هينصحك نصيحة مسمومة، الاسم بينصحك بس هيحط السم في العسل علشان يحطم ثقتك بنفسك.
يقولك أنا خايف عليك ومش عايز الناس تضحك عليك، أنا مش قصدي أجرحك بس لازم حد يقولك الحقيقة، ماشي براحتك بس لما تقع ما تجيش تشتكي، أنا بكلمك كأخ بس لو فضلت كده محدش هيستحملك. وخد على كده أمثلة كتير جدا شكلها نصيحة لكنها متغلفة في سموم. يقولك أنت هتعمل مشروع، فكرة جميلة بس السوق صعب قوي اليومين دول، بس جرب حظك يمكن ربنا يكرمك. ما كانش بينصحك لكنه بيزرع الشك جواك بحجة انه خايف عليك من الفشل، وهيسيب الشك يكبر جواك لحد ما تفشل. أستاذ انه يفسد لحظات الفرح بجملة واحدة. لو حكيت له عن حاجة نجحت فيها يرد عليك ويقولك ايه اللي حصل يعني، مش انجاز، ما كل الناس بتنجح. يقلب الناس على بعض من ورا الكواليس ويقعد يتفرج على النار اللي ولعت، يزرع كلام هنا وينفخ نار هناك، يشحن ده ضد ده ويعمل نفسه مش واخد باله. اكتر جملة بيستخدمها في الموقف ده انا ماليش دعوة بس سمعت انك قلت كده، ويستنى الناس تحرق بعض وهو بيتفرج. في الاخر هيطلع من الموضوع نظيف والناس هم اللي بيتحرقوا. الخلاصة ان النرجسي الخفي عمره ما هيحاربك وجها لوجه لانه جبان، هيحاربك دايما بالتمثيل والتحوير والتلاعب النفسي، وده اللي بيخليه اخطر من النرجسي الظاهر لانه بيأذيك وانت مقتنع انه طيب او غلبان او ما يقصدش. اخطر حاجة ممكن تعملها معاه انك تحرمه من رد فعلك، تكشف لعبته وتواجهه بدون اي انفعال، ساعتها هتلاقيه هو اللي بينهار. لو فهمت ألاعيبه هتشوفه بشكل واضح، ساعتها خبثه هيبان قدامك زي كتاب مفتوح. ازاي تواجه خبث النرجسي الخفي؟ عمرك ما هتنتصر على النرجسي بالقوة ولا بالصوت العالي، الانتصار الحقيقي عليه بيبدأ من جواك مش من بره. افهم اللعبة واقلب عليه، هو بيلعب على أعصابك تجاهله، بيستفزك بكلمة ما تردش، بيديك نصيحة مسمومة خليك واعي وابتسم له واضحك كمان وامشي ورا عقلك. النرجسي بيكسب لما يخليك تنفعل وتتنرفز، بيخسر لما تكون ثابت وهادي وفهمه كويس. علشان توجعه خليك دايما هادي وبارد كمان، افضحه قدام الكل، عريه واخلع القناع والوش اللي هو لابسه. تجاهلك عشان يكسرك، ما تشحتش منه اهتمام، سيبه براحته. بطل فورا انك تشحت قيمتك منه، قيمتك من جواك، قيمتك من نفسك. اعرف قيمة نفسك كويس جدا، هو بيلعب على نقاط ضعفك علشان يكسرك، انت حسسه انها مش فارقة معاك. اعرف نقاط قوتك كويس وخليك عايش باحساس واحد فقط، انا واقف على ارض صلبة جدا وعمري ما هتهز. لازم تفهم ان اي خطوة منه عمرها ما بتكون عشوائية، دايما وراها هدف. ما تسمحش لنفسك تقع في اي فخ نفسي او عاطفي بيرسمهولك النرجسي الخفي. هو عارف كويس انت هتتأثر بايه، وانت كمان خليك هادي واكسر كل سيناريو بيرسمهولك وخرب له كل خططه. ما تدلوش فرصة انه يسبقك، دايما خليك منتبه ومركز. اي تغيير في الكلام او المعاملة ولو بسيط لازم يكون زي جرس انذار في عقلك. الاحساس بالذنب اللي جواك لازم تكسره، لانك مش مجبر تتحمل اذية من حد علشان غيرك يرتاح. النرجسي مش عبقري لكنه خبيث، وعلشان كده لما تفهم اساليبه هتكون اقوى منه. في النهاية دمتم اصحاء وبكل خير.